النظام السياسي. شنو هو النظام السياسي نتاعنا؟ كيفاش تركب السلطة التشريعية، شنو هي السلطة التنفيذية، شنو هي العلاقة بين السلطتين، وشنو هي العلاقة داخل السلطة التنفيذية مثلا. هذه الأمور كلها فيها نقائص جمة وخطيرة، خطيرة أكثر من خطيرة. وهذا علاش شنو هو المأتم نتاعو؟ يظهر لي المأتم نتاعو هو أن المجلس التأسيسي طريقة العمل نتاعو مختلة، لأن كل لجنة تعمل على حدة، فهمت، كل لجنة وحدها، ما عندهمش رؤية جامعة توجه الناس الكل، فرض اتجاه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، خلافا لما قال بعض النواب في المجلس التأسيسي، رأوا المجلس التأسيسي ما عندوش خبراء. في ال 217 عضو متاع المجلس التأسيسي أنا نجم نقول لك اللي فما خبير واحد يستحق النعت هذا، هو الأستاذ فاضل موسى. ما عدا ذلك ما عندناش خبراء، والمجلس التأسيسي ما فيهش خبراء. ولذا الإخلالات الكثيرة الموجودة في المسائل اللي هي تقنية وسياسية في الآن نفسه، بالنسبة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى غير ذلك، فهمت، هذه راجعة لقلة الإحكام في المبادئ والمناهج متاع تحرير دستور، لفقدان الخبرة. كما قلت لك، المجلس التأسيسي راهو ما يكفيش باش يكون عندهم ناس يعني كما المحامين مثلا عندهم تكوين ثقافي عام في القانون باش يكونوا مختصين في القانون الدستوري. وتو تشوف كان بعد تحب ندخلوا في الإخلالات الخطيرة في الجوهر، يعني من غير التفاصيل، راني مانيش نقعد نتحدث على التحرير وعلى التناقضات وعلى الألفاظ المستعملة إلى غير ذلك. هذا باش ياخذ لنا برشا وقت، ما يكفيش، ما يسعناش الوقت هذا نتاعنا باش نتحدثوا فيه. أما فما أمور لا تعقل، وهذه لازمنا ربما نتحدثوا عليها. باش ياخذ لنا برشا وقت عياض، لكن